هالمدينة ممكن تختفي قريب من على وجه الأرض، وهي المدينة الوحيدة في العالم اللي ما فيها سيارات أبدا. اسمها البندقية، ما فيها شوارع ولا طرق، كلها ممرات مائية، والمدينة مليانة قنوات وأزقة ضيقة، والتنقل فيها يكون يا مشي على الأقدام أو بالقوارب. في الأصل كانت المنطقة مستنقع، وأهل البندقية زمان كانوا يبغون يهربون من الحروب ويحافظون على عيالهم، فقرروا يبنون مدينتهم وسط المويه. جابوا جذوع أشجار البلوط والصنوبر ونحتوها لين صارت مدببة مثل المسامير، ودقوها بكثرة في أرض المستنقع، وبعدها حطوا طبقة من الحجر وصبوا الإسمنت بين الشقوق. احتاج الموضوع أجيال من التعب والشغل لين صارت البندقية مدينة مائية ساحرة مثل اللي نشوفها اليوم. الناس يركبون الجندول، والأزواج يمرون تحت جسر التنهدات، ويقولون إن التقبيل تحته يخلي الحب يدوم للأبد. اليوم البندقية تعيش عد تنازلي لنهايتها بسبب هبوط الأساسات وارتفاع مستوى سطح البحر، وممكن يجي يوم تختفي فيه الأعجوبة البحرية تحت الأمواج للأبد.